من المواضيع الغلسة جدا في شابتر 3 واللي بتلخبط هي موضوع الالترنيشن اوف جنريشن. خلينا نشوف كده مبدئيا يعني ايه alternation اوف جنريشن او ظاهرة التبادل الاجيال دي. الالترنيشن اوف جنريشن هي فينومينا بيحصل فيها alternation between two or more generations بشرط ان one of them reproduce sexually and the others سواء كان التاني او الباقيين reproduce asexually. تمام. بشرط ان هو كمان يكون in the same life cycle. يعني عشان الكائن يكمل لايف سايكل لازم يعمل سيكشوال واي سيكشوال. افتكر كده السبايروجايرا كانت بتعمل سيكشوال واي سيكشوال بس ما كناش بنعتبرها alternation اوف جنريشن. ليه اشمعنى؟ لانها كانت بتعمل سيكشوال واي سيكشوال حسب الظروف. هي ممكن تبقى الظروف كويسه فتقعد تعمل اي سيكشوال ريبرودكشن لعدد كبير جدا من الجنريشنز. فجاه الظروف تبقى unsuitable فتبدا تعمل سيكشوال ريبرودكشن. فهي بتغير طريقتها حسب الظروف مش حسب الجينز بتاعتها. هي الكائنات اللي بتعمل alternation اوف جنريشنز دي حاجه موجوده في الجين، حاجه encoded in their genetic code. لازم عشان تكمل لايف سايكل تعمل سيكشوال واي سيكشوال. طبعا عندنا مثالين، المثال المشهور بتاع البلازموديوم ومثال في البلانت نون فلاورنج بلانتس اسمها فيرنز. طيب تعال ناخد البلازموديوم كده. البلازموديوم من البروتوزوا، بروتوزوا الباراسيتيك. جميل. اللي اللايف سايكل بتاعته تعتبر مثال مشهور على الالترنيشن اوف جنريشن. بروتوزوا يعني زي الاميبا والبراميسيوم، ولكن الاميبا والبراميسيوم فري ليفنج. البلازموديوم من البروتوزوا الباراسيتيك. كلمة باراسايت معناها كائن متطفل، ومتطفل معناها ان هو عشان يعيش لازم يعيش جوه هوست. طب ايه الهوستس اللي بيعيش فيها البلازموديوم؟ البلازموديوم بيتنقل ما بين اتنين هوست، الهيومن والموسكيتو. طب اي موسكيتو؟ لا، هو بيعيش في نوع من انواع الموسكيتوز اسمها انوفيلس موسكيتو. شرط انها تكون فيميل، لان الفيميل موسكيتوز بس هم اللي بيمصوا الدم. الميل موسكيتو كائن رقيق بيعيش على رحيق الازهار زيه زي النحله بالظبط. طيب البلازموديوم بينقل او بيسبب ظهور اعراض مرض الملاريا، مرض مشهور اسمه مرض الملاريا. تمام. وبينقله او بتنقله الانوفيلس موسكيتو. طيب اللايف سايكل دي بتبدا ازاي؟ اللايف سايكل دي بتبدا لما تيجي فيميل انوفيلس موسكيتو بايتس هيومن سكين، تعض شخص. ادي موسكيتو جت تعض شخص. طبعا الموسكيتو عشان تبايت او تعض لازم تسبيت الاول على السكين بتاع ليت سبيت. السلايفا بتاعت الموسكيتو بيكون فيها انزيمز، فيها مواد مسكنه عشان تقدر تقطع الجلد وتمص الدم بدون ما تحس. طيب مع السلايفا بتاعت الموسكيتو بيدخل اول لايف ستيج من البلازموديوم. اول لايف ستيج هنا بتبقى ستيج سبندل ان شيب، شكلها سبندل كده، واسمها سبوروزويتس. سبوروزويتس بتكون كروموسوم النمبر بتاعها ان. طيب السبوروزويتس بتدخل جسم الانسان وتبدا تمشي مع الدم لحد ما توصل للهيباتيك سيل او الليفر سيلز. تدخل جوه الهيباتيك سيلز وتبدا تعمل asexual reproduction بطريقه اسمها سكيزوجوني. يبقى السبوروزويتس penetrates the liver cells او infects the liver cells وتبدا تعمل two cycles of asexual reproduction بطريقه اسمها سكيزوجوني. طيب الاسexual reproduction ده بيتم عن طريق ديفيجن نوع ايه؟ نوع ميتوزس. طيب بعد التو سايكلز تخرج من الليفر سيلز وهي شكلها متغير، يبقى شكلها اسمه ميروزويتس. طب الميروزويتس ان ولا 2 ان؟ فكر، هي جايه من سبوروزويتس ميتوزس هتفضل ان زي ما هي. الميروزويتس تجري تدخل جوه الريد بلاد سيلز وتبدا تعمل several cycles، عده دورات من الاسexual reproduction برضه باي سكيزوجني. طيب لما الريد بلاد سيل تتملى هتنفجر ويخرج منها مليونز اوف ميروزويتس تانيين. الميروزويتس دول مش هيخرجوا لوحدهم، هيخرج معاهم توكسنز. طيب ظهور التوكسنز في الدم مع الريد بلاد سيلز اللي انفجرت بيسبب ظهور اعراض مرض الملاريا. ايه اعراض الملاريا؟ اعراض الملاريا هي عباره عن تشيل، سويتنج، وهاي تمبريتشر، رعشه وتعرق شديد وارتفاع في درجه الحراره. الاعراض دي بتتكرر كل يومين. يعني تلاقي الانسان سخن ودرجه حرارته ارتفعت وبدا يعرق، وبعدين يهدى شويه، بعد يومين يبدا يسخن مره تانية ويترعش ويعرق. جميل. ليه؟ لان السايكل دي بتاخد يومين جوه الريد بلاد سيلز. طيب ايه مصير الميروزويتس اللي طالعين دول؟ الميروزويتس اللي هيطلعوا دول هيعملوا ري انفكشن لانذر ريد بلاد سيلز. هيبداوا يجوا على ريد بلاد سيلز جديده ويعملوا لها ري انفكشن. ليه؟ عشان يعيدوا السايكل مره تانية ويعملوا سكوزوجني ويخرجوا مليونز اوف ميروزويتس وتتكرر الاعراض كل يومين. شويه من الميروزويتس هيدخلوا جوه الريد بلاد سيلز بس مش هيعملوا سكوزوجني،
هيتحولوا الى ستراكشر اسمه جاميتوسايتس. الجاميتوسايتس هي عباره عن ميروزويتس جوه الريب بلاد سيلز، ميل وفيميل جاميتوسايت. بنسميها جاميتوسايتس او بنسميها كمان اميتشور جاميتس. طيب تيجي فيميل انوفيلوس موسكيتو ثانيه تعض نفس الشخص المصاب، فتاخد من دمه الجاميتوسايتس. طب الجاميتوسايتس اللي هي تاخدهم دول يحصل لهم ايه؟ هيتحولوا في الموسكيتو ستومك كافيتي الى ميتشور جاميتس، ميل وفيميل جاميتس، ويحصل جوه الموسكيتو ستومك كافيتي فيرتلايزيشن فيتكون زيجوت. الزيجوت بقى هنا بقى 2 ان. طيب الزيجوت هيبدا يتحول في الشكل فقط الى او كينيت، ستراكشر اسمه او كينيت. الاو كينيت هنا هو الموتايل ستيج الوحيد في اللايف سايكل دي، يعني الستيج الوحيده المتحركه. طب هتقول لي يعني هو السبوروزويتس والميروزويتس ما بيتحركوش؟ لا، هم ما عندهمش وسيله حركه، هم بيمشوا مع البلاد فلو، بيمشوا مع تيار الدم. انما الاوكنيت بيبدا يتحرك ويمشي زي الاميبا كده، ويبدا يخرج من الموسكيتو ستومك كافيتي ويخترق الموسكيتو ستومك وول، وهو بيخترق الموسكيتو ستومك وول يعمل ديفيجن باي مايوزس. لاحظ ان المايوزس هنا هدفه مش انتاج الجاميتس، المايوزس هنا هدفه ان هو يرجع الكروموسوم النمبر هابلويد مره ثانيه. ازاي؟ البلازموديوم في الاساس ان، لما حصل خطوه السكشوال ريبرودكشن اتحول الى زيجوت واوكينيت 2 ان، فلازم يرجع نفسه تاني هابلويد. ازاي هيرجع نفسه هابلويد؟ يعمل مايوزس، فيتحول الى ستراكشر اسمه او سيست. فالاو سيست نيوكليس هتبقى ان. الاو سيست نيوكليس تبدا تعمل ديفيجن باي ميتوزس، او تبدا تعمل asexual ريبرودكشن باي سبوروجوني، جميل، سبور فورميشن، وتنتج عدد كبير جدا من السبوروزويتس. بعد شويه الاوسيست او السبوروسيست دي هتنفجر، ويخرج منها سبوروزويتس جداد، يروحوا يهاجروا ويقعدوا في السليفري جلاند بتاعت الموسكيتو عشان تبقى ريدي فور انذر انفكشن، وتعيد اللايف سايكل مره ثانيه. طيب هنا بقى في كام جنريشن؟ لاحظ ان كلمه جنريشن معناها ستيج بتعمل ريبرودكشن. طيب عد معايا بقى كده، السبوروزويتس عمل ريبرودكشن asexually في الليفر سيلز، يبقى ده هنعده انه جنريشن. طيب الميروزويتس عملت ريبرودكشن باي سكيزوجوني في الريد بلاد سيلز، يبقى ده يعتبر جنريشن تاني. طب اعد الجاميتوسايتس جنريشن؟ لا، ما عملتش حاجه. طب الجاميتس ده سيكشوال جنريشن، واحد في الموسكيتو ستومك كافيتي. الاوكينيت مش جنريشن، الله، طب ما هو عمل مايوزس، المايوزس ده مش نوع ريبرودكشن، ده نوع ديفيجن. طيب الاوسيست، الاوسيست عملت ايه سيكشوال ريبرودكشن باي سبورجوني، يبقى ده كده الجنريشن الرابع. اذا اللايف سايكل دي فيها 4 جنريشنز، ثلاثه بيعملوا ايه سيكشوال ريبرودكشن، واحد بيعمل سيكشوال ريبرودكشن في الموسكيتو ستومك كافيتي. طيب سؤال برضو هنا، ايه هي الستيجز او ايه هي الستراكشرز اللي طلعت without division؟ بص كده، الجاميتوسايتس طلعت ترانسفورميشن، يعني الميروزويتس اتحولت لجاميتوسايت. طب الجاميتس طلع برضو ترانسفورميشن، الجاميتوسايتس حصل لها ماتيوريشن فبقت جاميتس. طب الاوكينيت طلع برضو without division، الزيجوت اتحول لاوكينيت. يبقى دول ثلاثة ستيج او ثلاث اشكال هنا تحولوا without division، arised without division. طيب ايه اللي يحصل لو انا جيت قلت لك ان انا جيت في مكان وقمت قاتل كل الفيميل انوفيلوس موسكيتو اللي موجودين فيه؟ الفيميل انوفيلوس موسكيتو were eradicated from a certain area. كده معناه ان الانتقال البلازموديوم هيتوقف. الناس المصابه بيه هتفضل مصابه وممكن تموت، ولكن مفيش ناس جديده هتصاب، لان اللي بينقل المرض هنا هو الانوفيلس موسكيتو. طيب سؤال جه قبل كده برضو واتكرر، الريبرودكشن اوف ميروزويتس inside the red blood cells starts and ends with ايه؟ طبعا هو بيبدا بميروزويت وبينتهي برضه بميروزويت. طيب ايه الستيجز اللي انا ممكن اشوفها في الموسكيتو واشوفها في الهيومن مع بعض؟ لو انت لاحظت كده ممكن تلاقي السبوروزويت مكونه في الموسكيتو، ممكن تشوفها في الهيومن بلاد. فالسبوروزويت تو ستيجز ممكن تلاحظهم في الموسكيتو والهيومن. برضه ساعات يسالك يقول لك ايه، مين هي الانفكشيوس ستيج فور هيومن؟ ايه الستيج اللي بتسبب الانفكشن للهيومن؟ طبعا السبوروزويتس. يعني لو هيومن سليم، ايه الاول حاجه تتنقل له فتصيبه بملاريا او تنقل له العدوى؟ هي السبوروزويتس. نفس الكلام، مين هي الانفكشيوس ستيج فور موسكيتو؟ فور موسكيتو يبقى احنا هنتكلم على الجاميتوسايتس. لو موسكيتو سليمه مش حامله المرض، مص الدم شخص مصاب، اللي ينقل لها البلازموديوم هم الجاميتوسايت. فالانفكشيوس ستيج فور موسكيتو هي الجاميتوسايتس. بس كده، دي اللايف سايكل بتاعت البلازموديوم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو تاني نشرح اللايف سايكل بتاعت الفرن. يلا سلام.